بعد آخر فلوق في نيويورك كنتواجدوا اليوم بوحدة من أجمل العواصم العالمية، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، واشنطن. واشنطن العاصمة الأمريكية هي منطقة فيدرالية سميتها واشنطن دي سي ديستريكت اوف كولومبيا. واشنطن مشهورة بالبيت الأبيض، الكونغرس أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين، المحكمة العليا والبنتاغون اللي قريب من واشنطن، وكيتواجد بولاية فيرجينيا. كيسكن في واشنطن دي سي أكثر من 700 ألف نسمة من أفارقة أمريكيين مهاجرين من أمريكا اللاتينية، آسيويين وأوروبيين وعرب. مدينة نظيفة ومنظمة خصوصا وسط المدينة، تأسست في 1790 وكانت الفكرة ديال جورج واشنطن أول رئيس أمريكي. من علامات الحافلة السياحية غتبدا الرحلة ديالنا استكشافية لبعض الأماكن التاريخية لمدينة واشنطن. نتواجد الآن بوسط مدينة واشنطن. وسط مدينة واشنطن أو داون تاون فيها بزاف ديال البنايات المهمة بحال البيت الأبيض، مساحات كبار بحال ناشونال مول، حدائق ومتاحف ومطاعم من جميع الأنواع. وسط المدينة ديال واشنطن دي سي جميل جدا، نظيف جدا، الحركة ماشي بحال نيويورك، الناس قلال بزاف، وكتشوف رفاهية الحياة هنايا. وفي أجواء ممطرة شيئا ما كنتواجدوا الآن قدام الكابيتول. الكابيتول هو البناية الرئيسية ديال البرلمان الفيدرالي الأمريكي، وهنا كيخدموا أعضاء الكونغرس الأمريكي اللي فيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بدا البناء فيه في 1793 وكمل في بداية القرن التاسع عشر. ستايل المعماري ديالو نيو كلاسيكي على طريقة اليونان والرومان القدامى، وهنا كيتناقشوا القوانين ويتم التصويت عليها. مرحبا بكم تشاينا تاون. تشاينا تاون منطقة صغيرة في وسط مدينة واشنطن، ولكن معروفة بزاف. كانت فيها جالية صينية كبيرة من قبل، ودابا بقات فيها لمسة ثقافية صينية بحال المطاعم والزينة، وكل شيء هنا مكتوب باللغة الصينية، وكأنك تتجول في أحد الأحياء الصغيرة للصين. كنتواجدوا الآن في نصب الحرب العالمية الأولى والمعروف بالناشونال وورد وور ميموريال، هو تذكار كيتكرم فيه الجنود الأمريكان اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى اللي دامت 4 سنوات من 1914 حتى 1918، وكيتواجد في البيرشينغ بارك. والجنرال جون بيرشينغ هو اللي كان قائد الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الأولى. كنتواجدوا دابا أمام واشنطن مونيمنت، برج كبير وسط العاصمة واشنطن، ودار تكريما لأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن. الطول ديالو تقريبا 169 متر، وكيتعتبر من أطول المعالم المصنوعة من الحجارة في العالم، وكيتواجد وسط الناشونال مول. كانوا بداو أشغال البناء ديالو في 1848، ولكن وقفوه شوية بسبب المشاكل المالية
والحرب الأهلية، وكملوه في 1884 وافتتحوه في سنة 1888. يونيون ستيشن محطة كبيرة ديال القطار في قلب واشنطن العاصمة، ماشي غير محطة ديال القطار ولكن حتى مركز تجاري ومكان سياحي وفيه بزاف ديال الخدمات. فتحات في 1907، كانت من أكبر وأفخم المحطات ديال القطار في ذاك الوقت في أمريكا. بناية كبيرة جدا وعندها طابع كلاسيكي معماري مستوحى من الطراز الروماني. رحلة أمريكا سالت في مدينة واشنطن، ولكن رحلات المسافر مستمرة، ويلا بدات. ما تنساش تابونا في القناة، تفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وخلي لنا كومنتير ولا تعليق زوين باش تشجعنا. بارطاجي مع الأصدقاء والعائلة والناس المهتمين بمحتوى السفر. نخليكم مع الصور الجميلة جدا لمدينة واشنطن، و see you next time.